لو لسه بقى متأخرة زي حالاتي وما عملتيش الغريبة بتاعة العيد، يالّا بقى تعالي اعمليها بالطريقة القمر دي، وهاقول لِك هتعمليها إزاي بمكونات سهلة أوي، أوي، هُم 3 مكونات بس، إن شاء الله يا رب يكونوا موجودين في كل بيت، هتطلع معاكِ دايبة وناعمة دوبان، شايفة الدوبان والجمال؟ جربيها بقى وإن شاء الله تعجبِك. يالّا بقى نبدأ نعملها مع بعض، هاقول لِك بقى مكوناتها كلها سهلة أوي، أوي. دُولة دي كوبايتين سمنة، هاحط كوبايتين سمنة، يُفضّل بقى إن هُم يكونوا إيه، يكونوا بدرجة حرارة التلاجة، يعني يكونوا طالعين من التلاجة على طول، تمام، يكونوا ساقعين كده في التلاجة، هانزل عليهم بكوبايتين سمنة، هانزل عليهم بكوباية سكر تكون مطحونة كويس جدًا، جدًا، ومنخولة كويس أوي، أوي، بس هابدأ بقى كده إيه، أقلِّب كويس جدًا، جدًا، طبعًا السمنة يُفضّل إن هي تكون سمنة طعمها حلو، عشان هي دي اللي بتدّيكِ الطعم والtaste بتاعها الحلو أوي، أوي. هابدأ بقى أضرب فيها كده لحد ما توصل معايا بالشكل ده وتبقى كريمي كده، عايزة تضربيها بالمضرب تمام، عايزة تعملي بإيديكِ برضه تمام جدًا، جدًا. بس بقى هاحط بقى ذرة فانيليا، شوية فانيليا صغيرين أنا باحب أحطهم أوي، بتغيّر طعمها وبتخلّي طعمها حلو أوي، أوي. هابدأ بقى أحط الدقيق، 4 كوبايات دقيق ومعلقة نشا، يبقى هنحط إيه، 4 كوبايات دقيق ومعلقة نشا. معلقة النشا بتخلّيها حلوة جدًا، جدًا، وبتفتح لونها وبتخلّيها كمان دايبة معاكِ أوي، أوي. بس هاقلِّب بقى، طبعًا أنا عاملة كذا مقدار، يعني أنا مش عاملة 4 كوبايات دقيق بس، فأنتم ما لكوش دعوة باللي أنا باعمله، بس أنا باقول لكم لو أنتم عايزين تعملوا بقى وتزوّدوا، زوّدوا براحتكم، عايزة تزوّدي كوبايتين دقيق يبقى هتزوّدي بقى، شوفي بقى هتزوّدي إيه كمان، هتزوّدي كوبايتين دقيق يبقى هتزوّدي إيه، كوباية سمنة، تمام، وهتزوّدي ونُص كوباية سكر، هتزوّدي 4 كوبايات دقيق، زوّدي بقى واعملي المقدار كده بالتضاعف. بس هنبدأ بقى كده إيه، نكوّرها كِوَّر زي ما أنتِ شايفة كده. طبعًا لو إيديكِ بقى ما بتعرفش تضبّط الكِوَّر عشان تبقى كلّها شبه بعضها كده وتبقى حلوة معاكِ، هاتي معلقة صغيّرة وقطّعي بيها كده كِوَّر حتت صغيّرة كده، وابدئي بقى كوّريها كل حتة قد التانية وكوّريها بقى بالشكل ده، وزيّنيها بقى بأي حاجة أنتِ بتحبيها، أو حطّيها سادة زي ما بتحبي تعمليها اعمليها. بس هندخّلها الفرن بقى وهنطلّعها بالشكل القمر ده، دايبة دوب حاجة كده ما شاء الله. طبعًا إحنا ما بنولّعش الشواية خالص، بنحطها من تحت بس، ولونها لازم يبقى فاتح كده من تحت، لون إيه، واخد لون إيه، اللون الأشجر ده، حاجة فاتحة أوي، أوي كده. بس شايفة الجمال ودايبة كده وجميلة جدًا، جدًا. جرّبوها واوعوا تنسوا بقى تسألوا على الغريبة برّه الكيلو بكام، هترجعوا تعملوها على طول، هتعملوا زي حالاتي كده وترجعوا تعملوها على طول في البيت. جربوها وما تنسوش بقى لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ما تنسوش تعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.